كالعادة وانا بدور على ميرش انفورمر لقيت التصميم دوت، ودايما بحب اختار التصاميم اللي نقدر نطلع منها اكتر من فكرة، وان احنا كده نعمل زي تمبلت، والتمبلت دوت يكون هو ده التصميم الاساسي او حجر الاساس بتاعنا. وكل ما نغير فيه الكلمات المكتوبة والالوان او الرموز اللي موجودة جوه التصميم، كل ما طلع معانا تصميم جديد. كمان من الحاجات الرائجة جدا في الطباعة بالطلب واللي بتكون مصدر ربح كويس، هي انكم تعملوا تصاميم لافراد العيلة كلهم او افراد من مجموعة واحدة. يعني ساعات الام مثلا بتكون عايزه تصور اولادها بتيشيرتات شبه بعض، فتكون عايزه تشتري تيشيرت للاخت الصغيره وتيشيرت لاختها الاكبر وهكذا، ويتصورهم مع بعض. فعشان كده بدل ما المبيعه بتكون واحده، لا بيكونوا مبيعتين وثلاثه وهكذا. فده التصميم اللي انا لقيته على ميرش انفورمر واخترته عشان نعمله مع بعض النهارده. التصميم دوت بيتم بيعه على ايتسي في متجر او شوب من الشوبس اللي على ايتسي، والشوب دوت واخد ريفيوهات كويسه جدا. فهنعمل التصميم بتاع النهاردة، وبناء برضو على طلبكم التصميم دوت هنعمله على الموبايل وعن طريق ابلكيشن مجاني كلكم تقدروا تحملوه، والطريقة اللي نستخدمها هي طريقة مجانية. بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، لو مش عارفين ايه هو ميرش انفورمر، فميرش انفورمر هو أداة رائعة جدا للطباعة بالطلب. تقدروا عن طريقها ان انتوا تعرفوا ايه التصاميم الترندي، وتلاقوا افكار جديدة للتصاميم، وتشوفوا التصميم دوت عليه حقوق ملكية ولا لأ، وامكانيات كتيرة جدا ميرش انفورمر بيدوها لكم لما تشتركوا فيه. وتقدروا كمان تحصلوا على خصم 20% على سعر الاشتراك لما تدخلوا كود الخصم تحفة وورلد. دلوقتي بقى يلا بينا نبتدي في تصميم النهارده. التطبيق او الابليكيشن اللي انا هستخدمه هو ابليكيشن كانفا، وكالعاده النسخه اللي هستخدمها منه النهارده هي النسخه المجانيه مش الخطه البرو. دخلت على كانفا بالشكل دوت، وهضغط الزائد اللي تحت ديت كده، وهقول له ان انا عايزه التصميم بتاعي يكون كاستم سايز، يعني مقاس محدد. وهكتب هنا كده 4000 في 4000 بكسل، وده كده حجم التصميم بتاعي. عايزاه يكون كبير كفايه عشان يكون مناسب لمواقع الطباعه بالطلب. وهقول له create new design، هيفتح لي البروجكت بتاعي بالشكل ده. اول حاجه انا عايزه اعملها في التصميم بتاعي هي الصوره في النص اللي هي بتاعه الورده. هاجي من هنا كده هضغط على علامه الزائد، وهاجي من تحت من كلمه elements، وهاجي من هنا كده في السيرش وهكتب ريترو فلاور. الستايل دوت ساعات بيتقال عليه ريترو، والوردة اللي موجودة عندنا دي اسمها ديزي فلاور، فانا هكتب كده ريترو فلاور. هلاقي طبعا ورود كتيرة جدا شبه اللي انا عايزاها، في منهم برو في منهم فري، فانا هختار الوردة الفري الموجودة فيهم بالشكل ده. وابلكيشن كانفا بصراحة من الابلكيشنز الجميلة جدا اللي انا نفسي ما اقدرش استغنى عنه، وما اقدرش حتى استغنى عن الخطة البرو بتاعته، بصراحة بحبها جدا. حطيت بقى الديزي فلاور او الفلاور بتاعتي المجانية تماما ديت كده في منتصف التصميم. ممكن اقلب كده من تحت شوية واختار بوزيشن، وبعد كده الاين، واتاكد ان هي موجودة في الميدل وفي السنتر. كده انا تمام والتصميم بتاعي تمام ومظبوط. عدل على الالوان بتاعتها زي ما انتم شايفين. الديزي فلاور او الفلاور اللي عندي دي مكونة من 3 الوان، اقدر اغير في الالوان زي ما انا عايزه. اللون اللي هو الابيض دوت انا عايزه اغيره، هختار كده بالشكل ده، وهضغط على الزائد من هنا، وهدخل كود اللون اللي انا عايزاه. طبعا اكواد الالوان كلها هتلاقوها في البوست اللي موجود على المدونه، تقدروا ان انتوا تاخدوها بكل بساطه كوبي وتكتبوها هنا بكل سهوله. بعد ما اخترت الكود اللي انا عايزاه هقول له جو، وده اللون اللي انا عايزاه للبتلات او الورده نفسها، الاوراق بتاعت الورد. هنيجي بعد كده لخطوه ان احنا نضيف الكتابه او نضيف الكلمات. التصميم بتاعنا النهارده عباره عن كلمه بيج سيستر، هنضيف كل واحده فيهم على حده. فبعد ما ضغطت على البلس اللي تحت ديت، هاجي كده من هنا من تكست، وهقول له اد هيدنج. من اد هيدنج هنا هكتب كلمه بيج كل حروفها كابيتال، ونزلت الكيبورد بتاعتي وهرفع كلمه بيج لفوق كده. ونيجي لخطوه اختيار الخط، هضغط بره وبعدين احدد الخط بتاعي، وهاجي هنا للفونت. دلوقتي بما ان احنا في الخطه المجانيه من كانفا، فاحنا ما نقدرش نرفع اي خطوط على كانفا. في الخطه المدفوعه نقدر ان احنا نرفع الخطوط اللي احنا عايزينها ونعمل ابلود للخطوط اللي احنا عايزينها بالظبط على كانفا ونستخدمها. الخط المستخدم في التصميم الاصلي دوت خط اسمه جانايس، وفي خط تاني برضو شبيه ليه اسمه جروفي ابستراكت. الخطين دول حتى احنا كنا استخدمناهم قبل كده في تصميم لما عملناهم على ادوبي الستريتور، وعملنا تصميم شبيه للتصميم دوت وشبيه للستايل بتاعه اللي هو كان التصميم ده. لكن بما ان النهارده احنا معتمدين تماما 100% على الخطه المجانيه، فمحتاجين ان احنا نكتفي
فقط بالخطوط اللي موجودة على كانفا نفسه. فده الخط اللي انا هستخدمه، اللي انا لقيته يعني اقرب خط مجاني للخط المستخدم، هو خط اسمه لاكي بونز. برضو كل اسامي الخطوط هتلاقوها موجودة في البوست اللي فيه كل التفاصيل. عملت سيرش على الخط وهضغط على الخط بالشكل ده وهستناه يحمل، هلاقيه حمل لي بالمنظر ده. هضغط هنا كده على الاكس دي وبعد كده هقلب شوية لحد ما الاقي فونت سايز. هكتب كده الرقم دوت وهخليه 595 واقول له جو. بعد كده هضغط على الاكس دي ومن افكت تحت هعمل اكتر من افكت او اكتر من تأثير. اول حاجة انا عايزة الخط بتاعي دوت يكون عنده اوتلاين او ستروك، فهختار له كده بالشكل ده ان يكون عنده ستروك. هضغط مرة كمان عشان اختار الستروك بتاعي عايزاه يكون لونه اسود. بعد كده هضغط الباك الصغيرة دي، هقلل الستروك بتاعي السمك بتاعه الثيكنس بتاعه. هضغط كده على الرقم دوت وهخليه 26. والافكت التاني هضغط باك بالشكل ده وهاجي من هنا كده من شيب واختار ان الكتابة بتاعتي تكون كيرف. انا عايزاها كتابة ديت كيرفد او منحنية مش مستقيمة، والانحناء بتاعتي دي هضغط عليها مرة تانية كلمة كيرف ديت وهخلي الكيرف بتاعي المرة دي 95. طبعا اقدر ان انا امشي بالكورة اللي تحت ديت او ان انا اكتب الرقم هنا اللي انا عايزاه. بعد كده هضغط باك وهضغط اكس من هنا. هاجي هنا عند كلمة سبيسنج، عايزة ابعد شوية الحروف بتاعة الكلمة نفسها، فهبعدهم كده بالشكل ده لرقم 90. الخطوة اللي بعد كده اللي انا عايزة اعملها ان انا عايزة اكرر الكتابة دي مرة تانية. دي الطريقة الاسهل اللي انا بستخدمها عشان اكرر اي نص عندي. هضغط عليه كده مرتين ورا بعض وهكتب كلمة سيستر، كل الحروف برضو كابيتال. طبعا هي جات لي بنفس الافكتات بنفس كل حاجه وبنفس الخط بدل ما اقعد اعمل في الاعدادات دي تاني. ضغطت بره بالشكل ده وبعدين هحدد الكلمه بتاعتي وهاجي من هنا كده من برضو افكتس وهاجي بقى لشيب وكيرفيتشر، هزقه كده للناحيه التانية عشان اخليه بالسالب، وبعدين هعلم على الرقم بتاعي من غير ما اعلم على السالب نفسه واخليه 95 واقول له جو بالمنظر ده كده. برضو الحروف بعيده عن بعضها زي التاثير اللي فوق بالظبط وكمان ليها ستروك. وعشان بقى اسهل عليا وعليكم اختيار الالوان، ففي حركه انا عملتها. الحركه ديت ان انا جهزت بلاتة الالوان بتاعتي والالوان اللي انا محتاجه استخدمها عشان الون الحروف. فاللي هعمله ان انا هضغط هنا كده على الزائد وهاجي من تحت كده من كلمه ابلودز وهقول له ابلود فايلز. هيفتح لي طبعا على الجاليري. هختار الصورة ديت، والصورة دي انتوا تقدروا تحملوها بكل سهولة برضو من على المدونة لو عايزين تعملوا نفس التصميم بنفس الالوان. اضغط عليها ضغطة واحدة وهجيبها على جنب بالشكل ده. طبعا لو انا بستخدم كانفا من على اللابتوب فبيكون سهل جدا ان انا الون كل حرف بلون زي ما انا عايزة، لكن على الموبايل قد نواجه كده يعني ايه حاجة كده محتاجين ان احنا نعمل تريكة. فالتريكة اللي هنعملها ان احنا هنعلم كده على كلمة بيج ديت، ومن الالوان اللي تحت هنختار الكالر وبعدين هضغط على البلس ديت وهختار علامة الاي دروبر او القطارة وهختار اول لون عندي اللي هو اللون ده كده. هقول له دون. انا كده خلاص عملت بيك للكالر. هضغط على الزائد ديت كده مرة تانية وهضغط دبل كليك، امسح حرف الاي وامسح حرف الجي وانزل الكيبورد تحت وهعلم على حرف الاي واحطه بالظبط على الاي اللي هنا، وهلون حرف الاي بتاعي دوت عن طريق كلمة كلر اللي تحت باللون الاورنج اللي هو اللي بعده. اخترت الكالرز، هضغط على علامة القطارة واعلم هنا على اللون ده واقول له دون وكده هو تلون لي باللون ده. هختار كلمة بيج تاني وهكررها بالشكل ده واضغط عليها مرة كمان وامسح. اضغط بره، هاخد حرف الجي بتاعي كده شوية واحركه بالراحة وهلفه بالشكل ده واحطه على حرف الجي. هختار كولر من تحت برضو نفس الطريقة، هلون باللون ده واقول له دون. نفس الكلام بالظبط هعمله مع كلمة سيستر. هكررها كده بالشكل ده، هضغط عليها مرتين وهمسح وهعمل حرف الاس الاولاني، هديله لون. اللون ده عشان استخدمته قبل كده خلاص بقى موجود هنا فهستخدمه بالشكل ده واحطه في مكانه. كلمة سيستر تاني هعمل نفس الموضوع مع حرف الاي. حرف الاس بقى المرة دي هو بس اللي هكرره، فهضغط كده على الاس فقط وهلفه. لو مش عارفة او اتحكم في الحركة بايدي على الموبايل، اما تقلبوا تحت كده للاخر خالص هتلاقوا حاجه اسمها نودج. النودج دي زي زراير الكيبورد، يعني بصوا تعملوا السهم كده وترفعوا كده، تحكموا بالظبط في الحركه يعني خطوه بخطوه. حرف الاس التاني دوت هديله لون، واللون دوت عشان احنا استخدمناه قبل كده فهنلاقيه هنا. هعمل نفس الكلام مع حرف التي. هحاول بقى ان كل الحروف الستروك او الظل الاسود اللي تحتها او اللي هي كلمه سيستر القديمه اللي تحتها تكون جايه ناحيه تحت وناحيه الشمال زي برضو الورده اللي موجوده فوق عشان تدي معايا شكل وستايل جميل. هكرر نفس الخطوات مع حرف الاي ونفس الكلام هكرره مع حرف الار. حابه كمان ان انا اكرر حرف البي دوت عشان يبقى هو كمان زيهم بنفس الستايل،
ونيجي للخطوة بعد كده في التصميم بتاعنا، وهي ان احنا نضيف نجوم. اضغط على الزائد دي كده وهاجي هنا كده على elements، وفي السيرش بقى هعمل اكس للريترو فلاور دي وهكتب هنا كده ستار وهضغط سيرش. هاجي هنا كده من جرافيكس واقول له سي اول، وهختار شكل النجمة اللي انا عايزاه. في نجوم كتيرة كلها هي مش برو، انا حابة النجمة اللي موجودة فوق دي. هجيبها هنا كده على جنب واصغرها، وهعمل بقى منها اكتر من واحدة. هكررها بالشكل ده على علامة الدوبليكيت ديت واصغرها خالص، وهعملهم باحجام يعني متفاوتة. زي ما انتم شايفين لما بتصغر بيكون صعب ان انا احركها، فبحركها بعلامة البلس دي. هعمل تقريبا 5 نجمات. هاخد مثلا النجمة اللي هنا دي وهخلي اللونين بتوعها يكونوا بنفس اللون، عشان هي النجمة فيها درجتين. دي حاجة برضو ترجع لذوقكم. هصغرها بالشكل ده واشيلها، احطها مثلا فوق كلمة سيستر. النجمة اللي بعدها هديها اللون البينك دوت اللي انا استخدمته. النجمة اللي بعدها هديها اللون اللي هو الاصفر بتاع البتلات بتاعت الوردة، اللي هو الاصفر الفاتح، وهشيلها احطها بعيد كده شوية. والنجمة اللي بعدها هديها اللون الاورنج. باليتة الالوان دي خلاص انا مش محتاجاها، فهعملها ديليت بالشكل ده، ولو احتجتها خلاص انا عارفة الطريقة ازاي اجيبها تاني. النجوم دي تتحط يعني بشكل عشوائي، فانتوا حطوها في المكان اللي انتوا عايزينه. النجمة اللي بعد كده هديها اللون البنفسجي دوت. هكرر النجوم نفسها بالالوان بتاعتها، اختار النجمة اللي انا عايزاها واشيلها احطها مكان ما احب. هنا بقى ممكن اغير في احجامهم شوية عشان يبقى في فرق ما بينهم وما بين الناحية التانية، حتى ولو في الاحجام. ده كده التصميم بتاعنا. بعد ما خلصناه نقدر ان احنا نغير فيه زي ما احنا عايزين. نقدر ان احنا نخليه مثلا بيج براذر، ممكن كمان نخليه سمول سيستر او يونج سيستر او اي مصطلح احنا عايزينه. نقدر اصلا بنفس الخط دوت ونفس الستايل اللي احنا عملناه النهارده على كانفا نحط جمل تانية خالص، زي الجملة اللي احنا كنا مستخدمينها في التصميم دوت اللي عملناه على ادوبي الستريتور مع بعض. ونغير بقى في مكان الوردة ديت، نشيل الوردة دي اصلا ونحط رمز تاني. هنطلع بعدد كبير جدا من التصاميم. الميزة كمان في التصميم دوت ان هو فيه الوان كتيرة كده، ميكس الوان كتير جدا. تقدروا انتوا تستخدموه على تيشيرت لونه فاتح او تيشيرت لونه غامق، وفي الحالتين هيكون شكله حلو ومش هتحتاجوا ان انتوا تعدلوا على التصميم بتاعكم. وكالعادة اسامي الخطوط، باليتة الالوان اللي انا استخدمتها والاكواد بتاعتها هسيبها لكم في الرابط اللي تحت. كل التفاصيل دي هتلاقوها في البوست اللي على المدونة. لو طبقتوا على التصميم دوت ما تنسوش تبعتوا لي تطبيقاتكم على فيسبوك وانستجرام في رسائل هناك. بفرح جدا لما اشوف التطبيقات بتاعتكم، وكمان بنشرها باساميكم على المدونة. ولو عجبتكم التصاميم اللي بالموبايل ديت وعايزين نكمل في السلسلة ديت، اكتبوا لي في التعليقات واعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس واختاروا اول عشان يوصلكم كل جديد وما تفوتوش الفيديوهات الجاية. وتقدروا دايما تتابعونا على المدونة فيسبوك تليجرام وانستجرام. هسيب لكم كل الروابط دي تحت في صندوق الوصف. والى اللقاء في فيديو جديد. دمتم بخير. باي باي.